سعداء جدا بتشريف حضراتكم لينا النهارده. القصة بدأت سنة 2000. يعني في حاجات مشتركة بيننا في دماغنا عشان كده احنا اصحاب. طبعا أول لقاء بيني وبين ريتا كان يعني عنيف شوية، هي كانت ذكية قوي بس صاحبنا مع بعض بنلعب مع بعض على طول. ريتا علي فرح بيها جدا، واكتر حاجات اللي فرح بيها وقتها وكان بيقضي معاها وقت اكتر من اللي بيقضيه مع اي حد تاني. ريتا في 2008 واحنا في ثانويه عامه ماتت. اتعرضت في 2010 لحادث عربيه كبير. 2016 اتجوزت. علي قرر يجيب لي زي جوازي كلمه. اول حاجه بقى فكرت فيها بعد ما روحت كده وفرحت بريتا ومش عايز يحصل الكارثه اللي حصلت زمان، فلقيت فكره ان انا اكل الكلب اكل طبيعي وصحي. وبعدين جالي يعني قلت اكيد مش انا المجنون الوحيد اللي عايز هذا الاوبشن للكلب بتاعه. هناخدكم في رحله كده بسيطه لل7 سنين اللي فاتوا ونطلع بيها لاقصى درجه ممكنه. اشتغلنا تقريبا في اليوم ده اول ما اتوصلت، واشتغلنا تقريبا من 10 ل 11. كنا فاكرين ان هو هيبقى ده اصعب يوم يعني ساعتها. وقلنا هناخد الايد لحاجه زي دي في مصر. فحطينا قدامنا هدف هو التصدير. قلنا نزلنا جبنا علب بلاستيك عشان نعملها على شكل قوالب. كنا بنقعد مع بيزنس كونسلتنت بمعدل كل اسبوع يدينا تيبس تفرق معانا جدا في الحاجات اللي بنعملها. السنه دي قررنا ان احنا ننزل اكتر من برودكت. لما قعدنا ندرس لقينا ان في حاجات بتتجرب للبابز، خلاص يلا ننزل. مش بس البابز العاديه، في بابز ماسكلر يلا ننزل بيهم. بعد كده بدا يطلب مننا قطط، بدانا ان احنا يبقى عندنا ريسكيوز وتنوع في البرودكتس. بقى لينا شهاده ميلاد، قدرنا ان احنا نستمر في السوق، بدانا ان احنا نركز على الكواليتي بشكل اكبر. وبما ان الكباسيتي زادت قررنا ان احنا نطلع اكتر للموزعين. بدا يبقى عندنا نواه شركه صغيره، بدا يبقى عندنا موظفين، الشركه بتكبر بينا، يلا بينا نروح المصنع. فقررنا ان 2020 تبقى هي السنه اللي ننقل فيها مصنع. 2021 كان المصنع اللي نقلناه الحمد لله في قصه نجاح مكمله بقالها 4 سنين. واي ريتا؟ ايه اللي يخليني اختار ريتا دونا عن اي شركه تانية؟ ريتا من اولى الشركات اللي قدرت تعمل الفريش فود بالشكل النظامي والاحترافي ده. تفاصيل، بنهتم بكل تفصيله في المنتج سواء كانت صغيره او كبيره. الجوده، وهنا انا مش بتكلم على جوده الخامات بس، انا كمان بتكلم على جوده الخدمه اللي بتوصل البرودكت للعميل بالشكل ده. الافيلابيلتي، ريتا اكبر شركه موجوده في السوق، موجودين في اكتر من 55 نقطه بيع. الفلكسبيليتي، عندنا انظمه تعامل مختلفه سواء كان مع العميل او الدكاتره البيطريين او المحلات. البرودكتيفيتي، ريتا على مدار 7 سنين ما طلبش منها اوردر وكانت اوت اوف ستوك. برودكتيفيتي عاليه كومبيرد باي شركه ثانيه. باختصار لما اتعامل مع ريتا اتعامل مع كيان، مع مصنع، مع شركه، مع فريق كبير بيشتغل عشان يوصل المنتج بالطريقه اللي انتوا بتشوفوها النهارده. ريتا على مدار 7 سنين مفيش اوردر بيطلب مننا ونبقى اوت اوف ستوك. احب اقدم لكم اللوجو الجديد لريتا فريش.